السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم النهار الثاني كيفاش دوزتو ما بين الدار والوليدات. فاول حاجه البنات بديت بها باش نخدم مرتاحه هو انني طرفت شويه الدار، جمعتها وعطرتها. راكم عارفين مع الوليدات ومر الفطور كيكون العيا شويه، ما كيقدرش الانسان انه عادي يجمع. يلا نتكافاو غير مع المعنات والوليدات، يلا تبدا الرضاعه. المهم ما عليناش. هنا جيت نشارك معكم هاد البيتزا اللي درتها البنات، جات واعره بزاف. ما يمكنش تجربوها وما توليش معتمده عندكم. ولا بات راها مكونات بسيطه بحال اللي شفتوا معايا. هنا احتاجيت الفورس والفينو، درت تقريبا قد الفورس قد الفينو، ودرت تومه بودغ اللي عطات واحد البنه خطيره لهاد لاباط، والزعتر حتى هو حكيته هكذا غير بين يدي فيه شويه، ومعلقه صغيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومليحه. وغادي تجمعوا كلشي وميها دافيه. وهنا البنات بحال اللي شفتوا معايا العجينه حطيتها هنايا في فوق بوطاجي باش ندلكها. غادي نزيد ليها زويته بلديه واحد 3 المعالق هكذاك، وغنحاول ندخل هذيك الزيت في العجينه وانا كندلك. عرفتوا هاد الطريقه راه كتجي بها لاباط واعره بزاف، احسن ما كديروا الزيت قبل. كيف ما ممكن ديروا بلاصه الزيت ديروا الزبده، حتى هي كتعطي واحد الطراوه ما يمكنش، خطيره بزاف. غير جربوا هاد لاباط هادي راها واعره. وشوفوا راه ما خدتش معايا وقت نهائيا، راه دغيا وجدتها وحطيتها تخمر. شكون بحال البنات فيها الوسواس ضروري ندوز هكذا الحلفه على البوطاجي فين ما نخدم. وهنا البنات جيت باش نشارك معكم واحد الحسوه اللي ما يمكنش شحال واعره وجات بنينه بزاف، ودي حماق عليها. هي باش تعشى، وحتى راجلي عجباتو بزاف. عرفتو كتحسوا بها كتسخن فريمون، كتشبع وكتسخن. هاد الحسوه هذه درتها بالبلبوله البلديه، الا كانت عندك بلبوله بلديه كان احسن. هنا عندي حبه ديال البصله تكون موين، حكيتها في الحكاكه غليظه، وواحد رويس ديال الثومه حتى هو حكيته. صافي غندير كلشي فوق البوطه مع الزويته ومليحه. والمكون السحري البنات هو هذا اللي غنشارك معاك. عندي سانوج، عندي الحلبه وحب رشاد. بحال اللي شفتوا راه كميه صغيره بزاف، ولكن راه المنافع ديالها كبيره البنات. ديروها ودوموها، خصوصا الامهات المرضعات. كنعرفوا ان بالنسبه للصيام ما كيكونش كيولي جفاف شويه في الجسم، خاصنا نكثروا من شرب الماء. وهاد الاعشاب هادو حتى هما راهم مفيدين وكيعاونونا في اضرار الحليب. هنا زدت شويه ديال الزعتر، ما درتش بزاف. و زدت هذيك البلبوله اللي ديجا كنت مرطباها، وبحال اللي شفتوا راني رويت بالماء طايب على قبل هذيك البصله باش ما تكنزش ليا. صافي وغادي نقص البوطه ونخليها طيب على خاطرها. هنا غادي ندوز لاباط. شوفوا معايا من بعد ما خمرات مزيان صافي غادي نحيد من هذاك اللي هو الزايد ونحاول نحطها في هذاك البلون طرافاي، وغادي نطلقها بالفينو. كاين اللي كيدير حتى السميده رقيقه، انا ما عمري ما درتها الصراحه، كندير غير الفينو. هذه المعتمده عندي. صافي هنا درتها في هذا المقله ثقيله،
وتقبتها هكذا بالفرشه بحال اللي شفتوا. صافي الفران يكون بطبيعه الحال سخون من قبل. هنا وجدت لاصوص اللي غادي نسقي بها، اللي غادي نيطاليها على لاباط. كانت عندي السوريز طيبتها، عرفتوا السوريز كتعطي واحد البنه ما يمكنش، ديك الحموضه مع الحلاوه واعره بزاف. درت ليها زويته وشويه ديال الزعتر ومليحه حتى طابت مزيان. صافي وبلنديتها هكذا، غير طحنتها وخليتها بجلوف ديالها. هنا غادي نزيد الموتزاريلا بحال اللي شفتوا معايا. الفلفله انا كانت عندي فلفله هكا خضراء وحمراء، كانت عندي شويه في الفريغو. وغادي ندخل هاد لاباط طيب من الفوق ومن التحت. غير تدخلوها للفران، حاولوا تطفيو الفوق باش الفرماج هكذا ما يتحرقش لكم، حقاش مازال غنعاود ندخلها حيت انا درتها بالطون. ما بغيتش نطيب الطون كطيبيه صافي كيبس كينشف، ماشي بحال كنتي دايرها بالكفته ولا بالدجاج كديري كلشي في دقه واحده وتدخليه يطيب. دابا لا، وهنا جيت نشارك معك العشاء. بالنسبه للعشاء درت هنا شويه ديال الغنمي مع بصيله والعطريه بحال اللي شفتوا والربيع. فبالنسبه للعشاء راه ما كنديروش يوميا، نهار كنديرو ونهار ما كنديروش، فهمتوا؟ صافي شوفوا معايا البيتزا من بعد ما خرجتها من الفران. دابا عاد غنزيد ليها الطون بحال اللي شفتوا، وغادي نزيد شويه ديال الفرماج اللي بقى ليا. صافي وما دخلتها حتى قرب يأذن، عاد دخلتها باش تبقى ليا هكا سخونه، وحتى الفرماج اللي درت من فوق الطون يذوب. بالنسبه للعشيوه ديالنا بحال اللي شفتوا، خليت هذيك البصله حتى تعيسلات مزيان، راني ما درتش نقطه وحده ديال الماء. وهنا درت الخضيره، درت السلاويه ودرت القرعه وشويه ديال المطيشه من الفوق، درت مليحه بحال اللي شفتوا معايا. راني رجعت زدت واحد الحبه ديال البطاطا لحقاش هذا العشاء ديالنا خليت منه الغدا لولدي، الغد ليه هو باش تغدى. هنا صافي غطيت على الطاجين ديالي وخليته يطيب، وجيت هنا باش نوجد معكم الطبيله. من طبيعه الحال من بعد ما بدلت عليا وتريحت شويه، نحاولوا ما نجلسوش بالحوايج اللي كنا نشقاو بهم. هذه من الاحسن باش حتى تجلسي انتي وتاكلي هكذا وترتاحي، فهمتوا؟ صافي جيت هنا البنات بحال قلت لكم كنشارك معكم الطبيله، الفطور على قد الحال، شويه ديال التمر شويه ديال السفوف اتاي ضروري منه. وهنا شويه ديال الجبن، شويه ديال الكونفيتير من طبيعه الحال اللي صايبته في الدار ديال الفريز. ولحسي هو اللي شاركت معكم. البنات راه جات واعره بزاف، ضروري خاصكم تجربوها. والبيتزا ديالي اللي وجدت معكم راه جات خطيره، انا غنقربها لكم وغتشوفوها مزيان. وهنا شويه ديال البغرير، راجلي صراحه عزيز عليا البغرير، وكيجيبوا من عند واحد مخبزه كاينه حداهم كتصاوب داكشي ديال الدار. شوفوا معايا البنات البيتزا راه جات خطيره، جات واعره بزاف. بحال ديما البنات غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي في اول تعليق وفي صندوق الوصف، هكذا نبقاو متواصلين مع بعضياتنا يوميا. انا غنشارك معكم في الاخر الطاجين ديالنا كيفاش تيجي، راه واعر بزاف. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنبغي نقول لكم بالصحه والراحه فطوركم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.